السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. العيد خلص وكمان عدم الالتزام في الدايت كمان خلص، لازم نبدأ من اول وجديد. وطبعا في مننا خربها في العيد وكمان في الايام العادية يعني. النهارده انا جايبه لكم نظام دايت حلو جدا جدا جدا، معتمد من ماي كلينيك في امريكا. هناك بيعملوا اللي هي شوربه الكرومب او الكابج سوب، او اللي هي ملفوف، اسمه ملفوف عشان الناس مش عارفين يعني كرومب. حلو جدا جدا، بيدوه للمرضى قبل العمليات الكبيره عشان يعملوا يعني يخلوا الجسم يتخلص من اي دهون، وطبعا بيتنقي الجسم من اي سموم فيها. فالنهارده ان شاء الله عملناها لكم باذن الله، وهقول لكم كمان في اخر الحلقه على نظام الدايت اللي هتمشوا بيه مع شوربه الكرومب دي، لان طبعا هي ما ينفعش تتاكل كده وخلاص. هنلتزم عليها لمده اسبوع ان شاء الله، تخسسنا من 5 ل 7 كيلو باذن الله يا رب. لو التزمنا عليها شرب زي ما هقول لكم النظام الغذائي بالظبط. طعمها حلوه مش وحشه. ممكن نزود حاجات وننقص حاجات، هقول لكم طبعا واحنا بنعملها مع بعضينا ايه اللي ممكن نزوده او ممكن نقلله فيها. تابعوني لحظه بلحظه وهعرفكم ان شاء الله ازاي بتعمل. في ناس كتير قوي عملوها فعلا جابت نتيجه حلوه قوي، وطبعا احنا عارفين ان الكرومب ليه فوائد جامده جدا خصوصا في موضوع التخسيس. هنبدا مع بعضينا، هوريكم المقادير على الشاشه اهي واحده واحده، وان شاء الله باذن الله هتلاقوها سهله جدا وطعمها مقبول جدا. هنبدأ كده مع بعضينا. الأول عندي طبعا البطل بتاع الأكلة بتاعت النهاردة الكرومب ده بتاع السلطة. ينفع الكرومب بتاع المحشي؟ ينفع طبعا مفيش مشكلة، بس الأفضل كرومب السلطة لأنه بقى يعني أخف شوية، فاهمين قصدي؟ فدي كرومباية طبعا هاخد نصها، مش هاخد الكمية كلها لأني بعمل على القد. ودول طماطميتين، 2 طماطم، 2 جزر، بصلتين أو بصلة زي ما انتوا عاوزين يعني. قرن فلفل حامي مش عايزين تحطوه زي ما انتوا عاوزين مفيش مشكلة. فلفل ألوان بقى، فلفل أخضر اللي موجود. وطبعا البطل برضو اللي قصاد البطل الكبير الكرفس مهم جدا جدا للحرق، بيدي طعم حلو جدا ومميز جدا للشوربه. هقول لكم تحطوا منه قد ايه على حسب الناس هتتقبل قد ايه. اوكي. اما التوابل اللي عندي بقى اللي موجود مفيش حاجه معينه يعني، بس ده التوابل بتساعد معايا على الحرق جامد جدا. عندي سنه صغيره قرفه ما حصلتش حتى ربع معلقه، فاهمين قصدي؟ وهنا ربع معلقه جنزبيل بودر، وربع معلقه فلفل اسود، وذره ملح، وبرده سنه كركم صغيره. كل دول يعني حاجات بسيطه كده، ما نكترش منهم قوي، ارباع كده وسنه وحاجات بسيطه. اما الكمون بناخد منه معلقه صغيره كويسه عشان خاطر برده القولون ما يتعبش معانا، لان الكرنب من غير يعني كمون بيعمل مشاكل جامده جدا في القولون واحنا في غنى عنها. اما بالنسبه للشوربه بقى، ممكن اي نوع مرقه بتحبوها، مرقه فراخ، مرقه لحمه، بحطها في الفريزر، وبعدين بعد ما يعني بتتعمل بحطها في الثلاجه وبعدين ما اطلعها تاني يوم اشيل الدسم من على وشها، خلاص بتبقى هي كده منزوعه الدسم. تمام، يعني اي شوربه موجوده عندكم ما فيش اي مشكله فيها. خلاص هنبدا كده بقى مع بعضينا، هنبدا نعمل الطريقه مع بعض. هجيب الكرنبايه اللي عندي زي انتوا شايفينها، هي زي الفل، بتكون فريش يعني تمام مفيش اي مشاكل. هاخد نصها بالظبط، ما تعملوش الكميه كلها، جربوا الاول كميه صغيره، ولو طلع طعمها حلو اعملوها كتير عشان في ناس ممكن تتقبل طعمها وفي ناس لا. بس صدقوني الطريقه دي يعني افضل طريقه واخف طريقه، طبعا ما فيهاش اي زيوت ولا اي حاجه خالص. احنا عايزين يبقاش فيها دهون خالص عشان جسمنا يعني تشتغل حرق في جسمنا بطريقه يعني قويه، فاهمين قصدي؟ قطعت بقى الكرنب زي ما احنا شايفين كده، اي شكل زي ما انتوا عاوزين. انا قطعته شرايح كده يعني اي شكل، ما تتأيدوش يعني. اوكي، ما تنسوش تدوا الفيديو لايك دلوقتي وتدعموني عشان القناه واقعه خالص. انا عارفه ان انتوا هتدعموني ان شاء الله باذن الله. بصوا قطعت الكرنب اهو خلاص تمام، وبعدين هخش على اللي بعدي الطماطم برضو اي شيب. لو انتوا يعني مش يعني هتضربوها في الخلاط، قطعوا اي شكل مش مهم. خلاص انا قطعت الطماطم اهي برضو وبحطها على الكرنب، كل ده والحله مش على النار ولا اي حاجه. والبصل هاخد واحده بس، مش هقطع كله يعني، كفايه بصل كده بالنسبه لي، برضو البصل فيه سعرات وكده. تمام، قطعتها برضو مكعبات صغيره. والجزر ممكن نقطعه شرايح، بس تبقى شرايح رفيعه لان هو الوحيد اللي هياخد وقت في السوا شويه. فانا يعني استكفيت ان انا ابشره احسن، لاني باخد الطعم منه وفي نفس الوقت مبقاش باين قوي في الشوربه
يضايقني في الاكل. فاهمين قصدي؟ اعملوها والله حلوه جدا، وانتظروا في اخر الفيديو هقول لكم على النظام اللي هنمشي عليه ان شاء الله. هتخسسنا جامد جدا ان شاء الله باذن الله. وعامه الاكل لوحده مش بيخسس، لازم طبعا الحركه والرياضه وكده، بس احنا بنعمل حاجات بتساعد او بتعلي معانا الحرق في جسمنا. اوكي فاهمين قصدي؟ ان انا مش بؤمن ان في اكل لوحده بيخسس، لازم يبقى جنبه رياضه، ولازم يبقى جنبه نظام غذائي، نظام يعني مظبوط. فاهمين قصدي؟ وطبعا مواعيد. هقطع الفلفل الرومي اهو، وادي الفلفل الالوان. ما نكترش في الفلفل الالوان شويه عشان بيبقى فيه نسبه برضه سكريات. ادي فلفلايه صغيره حمراء، عايزين تحطوا فلفل اصفر ماشي مفيش مشكله خالص. هلم برضه الفلفل اهو احطه. وادي الفلفل الحامي حلو، بيعلي الحرق، بيدي طعم حلو للشوربه، بيخليها يعني لذيذه. تمام. هجيب بقى الايه اللي فاضل معايا دلوقتي، الكرفس. بصوا بقى، لو انتوا مش عايزين يعني الشوربه تبقى حاميه كده وتحس يعني ان الواحد حاسس ان في نار كده في صدره، حطوا عودين 3 بالكتير قوي من الكرفس، لان هو قوي جدا والفليفر بتاعه او الطعم بتاعه قوي جدا. تمام. انا بقى مش بيفرق معايا الكلام ده، فحطيت يعني حوالي ربع حزمه، فانتوا حطوا عودين 3 بالكتير مش اكتر. فاهمين قصدي؟ لو مش بتحبوا طعم الشوربه يبقى قوي. هنزل بقى بالشوربه اللي عندي دول، حوالي 2 أو 3 كوبايات شوربه يعني. وادي كمان التوابل نزلت عليها بقى، يعني كله لسه ما ترفعش على النار. اوكي. وابتدي اقلب بقى من تحت لفوق عشان خاطر التوابل مع الشوربه مع الخضار اللي حطيته كله يتجانس مع بعضه. تمام. وهرفعها على النار وهوطي عليها، مش هسيب النار تبقى احطها على العين الصغيره واوطي عليها. هو البخار اللي هيطلع منها هيسوي كل الخضار، البخار سوري اللي جواها هو اللي هيسوي الخضار كله من الالف للياء. فاهمين قصدي؟ ما تعلوش عليها النار وما تحطولهاش اي ميه خالص، هو طبيعي الخضار هينزل الميه اللي فيه. اوكي اهو زي ما انتوا شايفين، احطها على النار وبتبقى على عين الصغيره ووطي النار خالص. هتقعد قد ايه يعني؟ كتيرها ربع ساعه مش اكتر من كده، وهتكون جاهزه معايا. خلاص ده شكلها بعد ما استوت. بصوا اهو. طب هي فيها شوربه؟ طبعا فيها شوربه. لو مش قادرين يعني تستحملوا ان تاكلوها كده، اضربوها في البلندر. يعني هتبقى سهله، تبقى شبه شوربه العدس شويه. فاهمين قصدي؟ لكن دي زي شوربه الخضار بالظبط، طعمها حلو. وبكرر يا جماعه، لو مش بتحبوا طعم الشوربه يبقى قوي كده وتحسوا انه جديد، حطوا عودين 3 بالكتير كرفس، ما تكتروش عشان ما تبقاش طعمها صعب بالنسبه لكم. تمام. ادي شكلها وهقدمها. وانا معاكم دلوقتي هقول لكم الشوربه دي زي ما قلت لكم معتمده من ماي كلينيك في امريكا، بيحضروها للمرضى قبل العمليات كوجبه اساسيه عشان تنظف الجسم وتقلل من الدهون اللي فيه، وطبعا بتخسس معانا ان شاء الله لو التزمنا من 5 ل7 كيلو. تمام. النظام بقى اللي همشي عليه، عندي 7 أيام همشي عليهم النظام ده، وان شاء الله باذن الله تحقق معايا نتيجه هايله. اول يوم هتكون الشوربه دي ومعاها فاكهه ما عدا الموز، اي نوع فاكهه بقى، يعني الشوربه دي ناكلها طول النهار باي كميه ومعاها برضو فاكهه. تاني يوم هتبقى الشوربه ومعاها خضار اي نوع، طبعا كده بكتبه لكم على الشاشه عشان تبقوا عارفين تاخدوا سكرين شوت. تالت يوم هتبقى الشوربه دي ومعاها خضار ومعاها فاكهه. تمام. كل الفاكهه من غير موز. واليوم الرابع هتبقى الشوربه دي بلس 8 موزات كبار، ناكل جنبها 8 موزات كبار، لان طبعا الجسم هيبقى محتاج كرب وبوتاسيوم وكده، فالموز هيعوضنا الحته دي. تمام. 8 موزات كبار، وكمان نشرب معاه لبن. وخامس يوم هتبقى الشوربه دي ومعاها اي نوع بروتين، اي نوع سمك فراخ لحمه اي نوع بروتين، ان شاء الله حتى بيض. تمام. سادس يوم هتبقى الشوربه دي بلس طماطم وجنبها بروتين، يعني ناكل مثلا طماطميتين وايه جنبها بروتين. 7 يوم هتبقى الشوربه دي ومعها رز بني، شوفان، اي نوع من انواع الكرب المفيده، ما ناكلش رز ابيض، يعني شوفان، رز بني، دي اسمر، اي حاجه، وبلس كمان بروتين. خلاص هي دي الشوربه بتاعت الكرومب. ويمشوا بس انتوا على النظام ده، واكتبوا لي في الكومنتس جابت معاكم النتيجه ولا لا. هناخدها لمده 7 ايام. تمام. هتجيب معانا نتيجه ان شاء الله، وهتنزلنا في الوزن كتير، ومش مضره خالص لا على ناس متبعين نظام او عايزين يبقى نظام صحي عادي في حياتهم، مش لازم يبقوا عاملين دايت ولا حاجه. هي مفيده جدا جدا جدا، فوائدها عاليه جدا. امشوا بس انتوا على النظام ده وهتجيب معاكم نتيجه حلوه قوي.
واظن ان هي هتظبط معانا كتير خصوصا بعد خراب الدايت بتاعنا في العيد وكده او في الايام العاديه. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا واتمنى الدعم يزيد. سلام.